ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا 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 جدا. النهارده طبعا بعد غياب كتير جدا عن اليوتيوب قررت انزل لكم الحاجات اللي انا كنت مصوراها بقالي حبه، وقلت لكم هنزلها بس انشغلت. ان شاء الله شجعوني كده بالكومنتات واللايكات والشير عشان انزل حاجات كتير. هاخدكم الفتره الجايه معايا جولات كتير جدا، وهوريكم حاجات حلوه جدا. لو انتي اول مره تدخلي كده تتكعبلي في القناه، انا نهال مغازي مهندسة ديكور، وبقدم لكم كده محتويات عن الديكور وعن حاجات كتير، ريفيوهات عن حاجات كتير وجولات زي ما هنشوف النهارده. هقول لكم فيها ايه الحلو وايه الوحش، وهتشوفوا معايا الجديد في الديكور والحاجات الشيك النهارده. وهتلاقوا صحيح قبل ما مبدأ اللينكات بتاعتي، تابعوني على الانستجرام وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك، هتلاقوا اللينكات بتاعتي تحت الفيديو. كمان لينك الديزاين استوديو بتاعي اللي بينزل عليه شغلي بتاع الديكور. الناس بقى القديمه وروني كده نفسكم وقولوا لي رايكم في الفيديو، شجعوني. يا ريت نوصل الفيديو ده ل هقول لكم 500 لايك، مش هقول رقم كبير. كل ما هتشجعوني كده بلايكاتكم وكومنتاتكم والشير هنزل، يعني هنزل على طول. وكمان كنت عايزه اقول لكم يعني قولوا لي ايه الوقت المناسب اللي تحبوا ان انا انزل فيه في اليوم، كيوم في الاسبوع، نثبت يوم مثلا او يومين، والوقت المناسب ليكم. النهارده ان شاء الله الجوله بتاعتي دي تعجبكم قوي. النهارده بدات الجوله دي عشان في ناس كتير قبل كده سالتني عن اسم المكان ده. انا عادي بصبح عليكم كده. المكان اللي بدات فيه الجوله بتاعتي دي هو هوم سنتر. هوم سنتر في مول مصر، الفرع بتاع مول مصر. حبيت اوريكم كده فكرة عن الديكوريشن الموجود عنده. في انتريهات وفي كذا ركنة. ما تركزوش مع الاسعار لانه متصور من فترة حلوة يعني، فهتلاقوا الاسعار طبعا مختلفة خالص. حبيت اوريكم الاشكال واشكال الركن والترابيزات التلفزيون، وحتى الاكسسوارز العادية، الكوشن. عايزاكم تبصوا كده. طبعا هو الحاجة المعروفة ان لو طبعا عندهم فرايتي وكوليكشن كتير جدا. لو انتوا امكانياتكم تسمح ان انتوا تشتروا من المكان اشتروا. انما لو هنتكلم عن عامة الشعب اللي معروف، يعني الطبقة الاكتر، ان هو ما عندوش تكلفة الحاجات دي، والله يا جماعة الاسعار دي قديمة شوية يعني. عشان الفيديو كان بقاله شوية عني، كنت مش عارفة اركز مع اليوتيوب، فما تفتكروش ان ده السعر، لان دلوقتي الاسعار دي هتبقى لقطة يعني. اهو ده الباف بكل اشكاله وبكل درجاته. انا بميل عامه للحاجات الساده اكتر، ودي الشيك اكتر. فانت لو ظروفك او انتي ما تسمحش ان انت تجيب الحاجات من المولات ومن البراندز المعروفة يعني، الهدف بقى من الفيديو ان انا اوريك. ممكن توقف الفيديو، تعمل سكرين شوت للشكل اللي عجبك، للون اللي عجبك، للدرجة اللي عجبتك، تعرف ايه بيليق على ايه. عشان كده بقولكوا شيروا الفيديو كده ولايك كتير عشان يوصل لكل الناس اللي محتارة بتشوفوا ايه. ممكن يعني مثلا زي اللمبات دي واللمبادير والحاجات دي تلاقوها في اماكن يعني شعبية ونفس الشكل وبسعر ارخص كتير يعني. في العتبة، في الموسكي، في حتت كتير ممكن تطلبوها اونلاين. الحاجات الخشب برضو دي شيك جدا، بس دي عايزة مكان يكون كلاسيك شوية. يعني المرة دي هتبقى دي أول جولة، يعني على حسب تفاعلكم في عندي جولات كتير وفي أماكن كتير هعرفكم الحلو فين. والناس اللي في القاهرة كمان هتفيدكم. قولولي حابين برضو أعمل جولات في محافظات ايه. يعني أنا بحاول جولاتي تبقى بين القاهرة وأسوان. كل حاجة بقى هتلاقوها في الفيديوهات اللي بتاعت الجولات دي الفترة الجاية. لان فعلا هتفرق معاكم. اللي هي الترابيزات اللي بتبقى كذا ترابيزة جنب بعض، اللي بتتحط مثلا في الليفينج روم، في منها اشكال كتير. الترابيزة المعدن دي اللي بقت موجودة في كل حتة. اليونت دي ممكن تتحط في الليفينج روم مثلا مع كتب ديكور وحاجات كده. كذلك الالوان. الناس اللي كانت بتقولي خايفين من الابيض، الابيض شيك جدا، ما تخافوش منه، شيك وجميل. وحبيت ان انا اصلا اركز لكم في الفيديو ده اكتر حاجات على